تعالوا اوريكم بقى الجنينه بتاعتنا. امال التاني اللي كان هنا فين؟ التاني هنا لسه صغنطوط. دي التنايه، دي الجنينه اللي عملتها لنا البلديه ورا البيت، ورا السكن اللي احنا ساكنين فيه. قعدنا نقول لهم اعملوا لنا جنينه عشان نقضي فيها وقت يعني، ونعمل فيها انشطه وكده. فعملوا الجنينه دي. يعني المفروض القطعه دي كلها باسمنا احنا التلاتة، يعني كل واحد ليه قطعه. المفروض محمد ابني ليه واحده، وانا ليا قطعه، وابو محمد واخد قطعه. هي مساحتها دي، مش عارفه ادخل من الباب. المهم هي حلوه مش وحشه. ورا البيت عندي على طول، في الجنينه اللي ورا البيت عندي. يعني انا ساكنه هناك في البلكونه اللي هي فيها، مش بكبر لكم الصوره، انا مش شايفه اصلا من الشمس، اللي فيها الورد. ده فيها الورد، دي هناك دي بتاعتي، وهنا الزرع زي ما انتم شايفين كده. ده الباب المفروض بندخل منه، بس انا مش داخله. ده الخيار، حاطين كده الخيار في الاول، وهنا في فلفل. ما شاء الله اللهم بارك. بصراحه هي فيها طماطم. انا اصغر لكم الصوره. فيها طماطم اهي. اللي كان بيسالنا على الزرع، ما شاء الله الطماطم طلعت. انا دايما اقول ازرعوا في البيت، اللي عنده مكان يزرع، لو حتى شتله واحده. بس بجد احنا بما ان احنا قاعدين في الصيف السنه دي، يعني ما نزلناش مصر او ما رحناش في حته، فاحنا قاعدين. فهي حلوه انك تشغلي وقتك فيها. وانا بحب الزرع بصراحه. وما شاء الله اللهم بارك. عندي زرع قدام البيت برضو، فلفل وطماطم وخيار. وفي هنا كمان بتنجان، كام شتله بتنجان لسه، يعني اعتقد هم نوروا، ممكن هيطلعوا او الله اعلم بقى كده على حسب الشمس. وشايفين الطماطم بدات تاخد اللون البرتقاني ده. يا سلام بقى لما الشمس تطلع وكل الطماطم دي تحمر، تخيلوا المنظر. هي منظرها بصراحه وهي خضرة حلوه، بس طبعا لسه بقى اما تحمر هيبقى احلى. هو محمد هنا بيجمع لنا الفلفل. عندنا فلفل طبعا. الفلفل ده يا بنات انا جبته كنت استعملت فلفل في البيت عندي، وبعدين خدت البذور بتاعته من جوه، حطيتها في تراب، وحطيتها على الشباك. ما شاء الله اللهم بارك، كانت طلعت كلها. شايفين الطماطم؟ وطبعا دي طبيعيه، ما فيش فيها اي مبيد حشري ولا اي حاجه. لو قابلنا حاجه يعني بنشوف لها طريقه من على النت. ما شاء الله ما خلاش حاجه اليوتيوب، وبنتعامل معاها يعني. فما شاء الله اللهم بارك. شايفين؟ الله 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 الله. هي دي يعني، هي مش كبيره. يعني احنا قعدنا بقى ن... ان احنا نطلب بقى مستون. ففكرت بقى ان هم هيعملوا لنا المكان ده كله جنينه. انا عندي بيت، انا ساكنه هناك. فكرت بقى ان هم ممكن يعملوا لنا مكان في النص كده كبير. بس هم عملوا الحته دي. شايفين الحته دي؟ استنى انزل. هي دي الحته دي، كل واحد له قطعه على فكره. يعني الشتلتين دول بتوع حد، الشتلتين دول بتوع حد. البنجر ده والكوسه دي تبع الخمينته، هم اللي زارعينها. المكان ده بتاع حد، المكان ده بتاع حد. فيعني مش المكان مش كبير برضو. في الجنب التاني برضو، الجنب التاني ورا عند البيوت اللي ورا دي كمان عاملين برضو مكان، كل واحد واخد قطعه كده صغيره. بس بصراحه يعني ما شاء الله اللهم بارك. الشتلات الفلفل ده اكترتها من عندنا، لان احنا كنا زارعينه عندي في البيت وكان كتير ما شاء الله، فوزعته على الناس لما اجوا. ما شاء الله شايفين الفلفل فيه جميل. لما اجت الناس يعني تطلب، فانا الطماطم حتى ديت قطعت الشتله بتاعتها، انا اديتهم طماطم واديتهم فلفل، لان ما شاء الله الشتلات كانت عندي كتير يعني. على ان انا عملتها تقريبا من حاجات عندي في البيت، من الحاجات اللي انا بستعملها. شايفين الطماطم؟ طبعا في ناس بتهتم وبتعمل، وفي ناس كده خدتها بالاسم وخلاص. فما شاء الله اللهم بارك يعني. طبعا هنا ابو محمد مهتم بيها، وهي حلوه، تعمل حاجه مفيده. عندك وقت فاضي، بدل ما تضيعه في اي حاجه او على التليفون او في حاجه فاضيه، لا اهتم، خد المكان واعمله كده. بصراحه جميله جميله جميله. مش بس شغلاه يعني، كمان عندي ادم بيجي يهتم بيه الزرع مع باباه، بيسقيها. والزرع اللي قدام البيت عندي، وعندي مكان تاني اللي هو كنت واخداه الاول اللي عند الكنيسه، زرعه في سلق برضو، وطماطم وفلفل. هي دي الزرعه بتاعتي، دي الطماطم بقى. مم. وطبعا انا حاطه فيها الشبك ده علشان الطيور. وده فلفل، ده الفلفل اللي هو بتاع فلفل. ده الخيار بتاع التخليل، خرق
بيكون في شوك شويه غير الخيار اللي قدام البيت. اللي قدام البيت عندي بيكون للاكل. وزرع كوسه يا بنات، والله الكوسه ما شاء الله اللهم بارك، هي شتله واحده. انا كنت زرعه كتير الاول، بس بقى ندق الطماطم بتاعتنا. مسكره. مم. مسكره، سكر سكر سكر. اه تعالى افتح بقى الشنطه ما نشوف الفلفل. افتح ورينا الفلفل اللي انت جبته النهارده. اول فلفل من الزرع بتاعنا. طبعا ده شطيطه فلفل. كان في فلفل اللي هو ده، اللي هو زي الفلفل البلدي ده اللي هو الصغير. وفي الفلفل الكبير ده، الكبير ده بيبقى منه احمر واخضر. وفي الشطيطه دي طبعا لسه مفيش حاجه احمرت عشان مفيش شمس، يا رب تيجي الشمس وتبقى ايه. بس